أهلا وسهلا بكم في دمتم سالمين. تجهيزات العيد ممكن تهد كل حاجة حافظنا عليها في رمضان. طبعا كلامي لأمهاتنا وزوجاتنا وبناتنا ستات البيوت، خلاص العيد على الأبواب، وبالتالي كله عايز يعد البيت علشان العيد. 4 حاجات هقولك عليهم حاولي تعمليهم عشان ما تجيليش بعد العيد بنشاط جامد في المفاصل او الاقي اتصالات او مبعوث على الواتساب انا تعبانه جدا الحقني يا دكتور. اول حاجه اطلب المساعده، لازم حد يساعدك لو انت مش قادره، وقسمي المهام ووزعيها. نمره 2 قاعدة 30 دقيقة، كل 30 دقيقة وقفة قدامهم 10 دقائق راحة، اوعي تكملي وقفة بعد نص ساعة، لازم تقعدي وتريحي عشان ظهرك وركبك ما يتعبوش من الوقفة. نمرة 3 خدي بالك من التراب والعفرة اللي بتنتج عن التنظيف، لأن ساعات كتيرة قوي مع الجو كمان اللي احنا فيه دلوقتي تزيد الحساسية، والحساسية دي بتاعت الجيوب الأنفية ممكن تنشط الروماتويد. نمرة 4 ودي مهمة جدا، اوعي تنسي دواكي، حافظي على مواعيد الدواء، لان بسأل كتير قوي من المرضى يقولوا لي اخر اسبوع في رمضان ده العلاج ما بناخدوش، انشغلنا بقى في تجهيزات العيد والحاجات دي، فلازم تحافظي على مواعيد دواكي والالتزام بيها. وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم متقبل وعيد سعيد.